تخيل انك عشان تكسب في ماتش كوره لازم تطير طقم سنان راجل عجوز. انجيلو النهارده حط قوانين هتخليك تشك في عقلك. الموضوع بدأ في الكانتين، شيرود داخل بإيجو السما وبيقول أنا ما اتغلبتش من شهر 9 وناوي أنفخكم النهاردة. أنجيلو ولولا بيبصوا لبعض ومستغربين إزاي الواد ده واثق في نفسه كده. التحدي بقى رسمي واللاعب النهاردة تقيل، بس المشكلة إن في حصة تاريخ وحضارة مايا. أنجيلو قاعد بيموت من الملل وعقله كله في الملعب. 10 ثواني والفسحة هتبدأ. أنجيلو بيبص للساعة كأنه بيراقب قنبلة موقوتة. الجرس ضرب، شله انجيلو انطلقت للملعب كانهم هربانين من السجن. كيك ات بول تايم يا حبيبي. انجيلو بدا يشرح القوانين بالطباشير. السور البعيد بنقطتين، الجانبي بنقطه، ولو طارت بره السور خالص تبقى بتلاتها. جوبر الصغير شاط أول كورة صاروخ وجاب أول نقطتين. البداية ولعت والكل حامي، وفجأة ظهر شميتي بتاع الكانتين داخل بكرة سلة وبيرمي فري ثرو في نص ملعبهم بمنتهى البرود. أنجيلو بيحاول يتفاهم معاه بالذوق، بس شميتي عايش في لالا لاند ولا كأن في حد بيلعب كورة أصلا. الخطة بيتر المزعج. أنجيلو خلاه يلزق لشميتي بأسئلة غبية لحد ما شميتي كان هيفقد أعصابه. الخطة ميس بيرلا. أنجيلو عامل نفسه الواد الدحيح اللي هلكان مذاكرة، والميس أجبرت شميتي يوسع للعباقرة. لسه هيلعبوا، الملعب اتزحم زياده. جيزر طلع في نص الملعب وبدا يعمل حركات تاي تشي غريبه. ومش بس جايزر، دي جيجي بالعجلة وإلينا بالمكياج. مفيش خرم إبرة يتلعب فيه كورة. أنجيلو جات له فكرة عبقرية، بدل ما نطردهم ندخلهم في اللعبة، وعمل قوانين جديدة مجنونة. اللي يخبط شميتي ب3 واللي يطير سنان جيزر ب5، ولو الروج جه على السنان تبقى ب10. شيرود استعد، بدأ يحسب الزوايا وسرعة الرياح. دي مش شوطة كورة، دي مسألة فيزياء عالمية. شاطها، خبطت في الشجرة، طيرت السنان، أخدت الروج ودخلت الباسكت. جول تاريخي يا شيرود. المفاجأة إن جيزر وشميتي عجبهم الجنان ده وعاوزين يكملوا، وشلة أنجيلو هربوا من الملعب